هاي جايز، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف خير. غبرت عليكم شويه في يوتيوب، عارفه هذا الشيء، ولكن صيفطوا لي بزاف ديال لي ميساج في انستغرام كتسولوا على الباك خصوصا، ايمن كيفاش تتعامل مع الفيزيك، ايمن كيفاش تتعامل مع المات، ايمن كيفاش تتعامل مع السيونس، حيت بزاف منكم تالفين. فقررت ندير كل فيديو والماده اللي يعني نشرح فيه كيفاش تعاملت مع الماده. واليوم اختاريت نهضر على الفيزيك والشيمي. بالنسبه للفيزيك في الباك جاتني اكثر ماده متنوعه، طويله شويه، فيها ما يدار، ولكن في نفس الوقت ممتعه، يعني ماشي ممله، وكل مره كتكتشف حوايج جداد. وداكشي ماشي غير حفاظه، يعني كتخدم فيه عقلك. داكشي يعني باش عجباتني. وبزاف ديال الناس منكم كيقولوا لي ايمان راه طلعنا من السيزيام خاويين، راه ما قريناش الفيزيك مزيان وكذا، وراه ما شاد حتى حاجه. كنقول لكم غير ارتاحوا، حيت انا كنت طالعه خاويه. يلا شتي شي شويه اللي كنت المهم كنسلك راسي فيها، ولكن الفيزيك كنت والو. ومنين طلعت الحمد لله زعما بديت كنقلب على لا ميثود اللي كتناسبني، وعرفت كيفاش ندير لهاد الماده، وتحصلت على واحد النقطه اللي زوينه في الوطني. فنبدا لكم دابا بالبروغرام اللي غادي تقراو في الباك. شنو الدروس اللي غادي تقراو؟ اولا لي زوند اللي غادي تكونوا بديتوهم، وغادي يكونوا كاع شي وحدين داروا لي زيكزام فيهم. ثانيا نيوكليير. ثالثا الالكتريسيتي. واخيرا الميكانيك. دابا نهضر على لي زوند اللي صراحه جاني واحد الدرس خفيف على القلب، والحمد لله حيت بدينا به عطاني ديك لا موتيفاسيون باش نكمل. وبالنسبه لي زوند، فاين فوا تفهم تعرف لي غولاسيون وتفهمهم، تقدر تمشي عادي تخدم التمارين ديالك مزيان. مثلا عندك لا فيتيس في ايتيغال لوندا سور تي، فما خاصكش تحفظها هكا بيتمون تقول كيفاش نخدم بها في التمارين. فخاصك تعرف ديك لوندا اللي هي لا بيريوديسيتي سباسيال. الا عطاوني واحد لاسبي ديال لاكورد راه غادي نجبدها من لاكريت لاكريت مثلا، او لا ديك تي اللي هي لا بيريوديسيتي تمبوريل. الا عطاوني لا بيرتورباسيون ديال لاكورد اون فونكسيون دو طون نقدر نجبد ديك لا بيريود. و الا عطاوني لا فريكونس مثلا ما غنبقاش هكا نشوف فيها ونبقى نقول منين غنجبد انا ديك تي، فنقدر نجبد لا بيريود من لا فريكونس. فبحال هادشي يعني غير غادي تربط لي غولاسيون ما بيناتهم وتفهمهم مزيان، غادي تحلوا مشكل ديال لي زوند. ثانيا الدرس ديال النيوكليير، صراحه كيجيني هذا الدرس باش تفهموا مزيان خاصك ضروري تربطوا مع الواقع، حيت حتى في لي زيكزارسيس ديما كياخذوا اصلا شي حاجه اللي ماخوذه من الواقع. مثلا يقول لك هاد القطعه ديال لو بوا كان فيها واحد ليليمون راديو اكتيف بحال اليورانيوم، ويسولك شحال ديال لو طون باش يتختفى من هاد القطعه هذه. فانت ماشي غادي تحسب وتلقى انه كانت عندك واحد لا كونتيتي كبيره ديال اليورانيوم وتقول له غادي تختفى من هنا واحد الدقيقه. هذا الشيء ايلوجيك، يعني ضروري تخدم اللوجيك ديالك شي شويه في دوك التمارين. زائد انه هذا الدرس فيه شويه ديال لي غولاسيون. ما قدر الله ديال لي غولاسيون اللي خاصك تعرف تربط ما بيناتهم، حيت في سؤال واحد تقدر تخدم كاع لي غولاسيون باش تخرج لواحد النتيجه معينه. وكيكونوا فيه شويه ديال لي بياج. مثلا يقدر يقول لك هو لو نومبر داتوم اللي تراديو اكتيفا، وانت عندك لا غولاسيون ديال غير لو نومبر دو نوايو ريستون، فخاصك ما تنساش تعاود تنقص من داكشي اللي كان عندك في الاول باش تخرج داكشي اللي تراديو اكتيفا. وهذا الغلط طحت فيه في واحد ليكزام، داكشي علاش مازال يحرق لي انايا، داكشي علاش كنتفكروا دائما. وهذا البيج غالبا كيحطوا غالبا باش يطيحوا فيه التلاميذ، وكنطيحوا فيه الحمد لله. ثالثا الالكتريسيتي اللي نقدر نقول لكم اسهل بارتي في الفيزيك، حيت كان الاسئله كيتعاودوا بزاف فيها. واحد جوج اسئله خصوصا مشهورين ما تقدرش تلقى شي تمرين بلا بيهم، ديال ايتابليغ ليكواسيون ديفيرونسيال ديال يو سي ولا ديال يو ال ولا ديال ار ال. مهم هاد السؤال مشهور، و ديتيرميني واحد لي زانكونو من لا سوليوشن ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. هاد جوج اسئله الا ما دارهمش شي واحد فيكم غادي نعس الطيح، حيت مشهورين بزاف وكلشي كيحفظهم، يعني كاع اللي ما كيفهمش الفيزيك كيخدم دوك الاسئله.
فداكشي علاش كنعتبر ليليكتريسيتي فيها بزاف ديال الحفاظه، يعني غتحفظ دوك لي زيكواسيون ديفيرونسييل ولي سوليوشن كيفاش تخرج لي زانكوني فيهم، تقدر بعدا تربح دوك واحد جوج نقاط بيضاء. هي تقدر تلقى دوك الاسئله الاخرين فيهم شويه ديال الخدمه ولكن ما بيهاش. ودابا نجيو الميكانيك اللي كتخلع كلشي كيتبرى منها كلشي ما كيبغيش يوصل لهاد البارتي. هي ماشي صعيبه زعما وما تقدرش نفهمها وكذا، ولكن ترو شارجي فيها لي غولاسيون تبارك الله، وغولاسيون ما كتشبه غولاسيون، فيها لي بارتي بزاف. داكشي علاش كنخافوا منها حنايا الناس ديال الباك. فيها اسئله اللي كيتعاودوا حتى هي دي زيكواسيون ديفيرونسييل وكذا اللي يقدروا يتعاودوا، ولكن بعد هاد الاسئله كيجيو وحدين معقولين ولكن انا بالنسبه لي زعما باش تنقص من الاحتماليه ديال انه ما تجاوبش على هاد البارتي هذه ديال الميكانيك، هي تخدم تمارين متنوعين. كل ما خدمتي تمارين متنوعين كل ما كتزيد تولف الخدمه ديالها، كل ما كتفهمها مزيان، حتى هي متعلقه بالواقع بزاف. يقول لك لا واحد الكره ضربناها طيحناها من الفوق وغادي تجي تزلق مع واحد الزليقه وطيح لتحت تعاود تصلع وكذا. يعني كل ما خدمتي تمارين هكا متنوعين كتزيد تفهم الدرس اكثر. دابا نهضروا شويه على الشيمي اللي متاكده ما غاديش تلقاو معاها صعوبه بزاف، يعني بحال الفيزيك، حيت اصلا هي فيها لي غولاسيون زعما اللي كيبقاو مسايرين معاك دائما. اون فوا كتفهم الدرس الاول كدوز للدرس الاخر كتلقاه مساير معاك حتى هو، وكتزيدوا غير غولاسيون باغ غولاسيون، ما كيكونوش زعما ما كيكونش داك التنوع بزاف في الدروس. والحاجه اللي نقدر ننصحكم في الشيمي هي اولا خاصكم تفهموا دي مون سيانتيفيك ودي ديفينيسيون اللي ضروري تكون عارفهم، حيت اصلا في اي تمرين كتلقى قبل الاسئله واحد التكست قدو قداش اللي كيشرح لك كيفاش ميلونجا لا سوليوشن وكذا. فباش تفهم ديك التكست خاصك تكون عارف دي مون سيانتيفيك مثلا كاتيون انيون اوكسيدون ريدكتور اسيد باز. هادشي ضروري تكون عارفو قبل ما تدخل للشيمي. سولتوني بزاف على الكتاب اللي استخدمت في الباك، واخا جاوبتكم في واحد لا فيديو اللي قبل ديال الكونساي بور دوزيام باك، ولكن ماشي كلشي شافها، فغنحطها لكم هنايا ولا هنايا، المهم شي بلاصه هنايا. الكتاب اللي استعملته هو ماكسي، كان زعما اكثر كتاب جاني معقول والتمارين ديالو زوينين وماشي من السهل للصعيب وتمرين متنوع على الاخر. زائد الاستاذ اللي تبعت معاه هو نور الدين فيزيك، من غير زعما الاستاذ ديال القسم اللي الله يجازيه بخير، بفضل الله وبفضل داك الاستاذ وبفضل صراحه حتى المجهودات ديالي قدرت نريكوبيري داك النقص اللي عندي. كما قلت لكم تبعت مع نور الدين فيزيك في حاله ما فهمتش شي حاجه، وزعما تبعت معاه صراحه الدرس ماشي التمارين، كنت كنتبع معاه الدروس حيت ما فهمتش شي بارتي. من الاخطاء اللي ما بغيتكمش توقعوا فيهم في الفيزيك واللي كيبقاو يحيدوا النقط هكا بشويه كتلقى راسك ما قدرتيش تجيب ديك النقطه اللي كنتي متوقع، وهي تنسى الوحده في الفيزيك. الوحده مهمه بزاف، واخا تكون خرجتي لغير جولطه وخدمتي داك التمرين مزيان، الا الاستاذ اللي كيصح لك جاوب ما لقاش الوحده اللي راك كاتبها ضروري كينقص شي حاجه. يقدر كاع الا كان داك الاستاذ نيت صعيب ومعقد يقدر كاع ما يحسب لكش داك السؤال. ما ننساوش الوحدات حيت مهمين بزاف، والاستاذ كان كيسطر لينا عليهم بزاف. الاخطاء اللي ما خلونيش نجيب النقطه اللي كنت متوقعه في الوطني في الفيزيك، باي ذا واي الناس اللي ما عارفين جايبه 16.75 في الوطني في الفيزيك، وفي الوطني يعني النقطه العامه ديالو 17.51. فقلت لكم الاخطاء اللي ما خلونيش نجيب النقطه اللي كنت باغيه نجيبها، وهي غفلت على واحد الحاجه اللي صغيره واللي هي دوك لي زافيرماسيون ديال كوشي لا بون ريبونس ولا قول لي واش فغي وفو. غادي تقولي لي داكشي ساهل نورمالمون هو زعما كيحطوه باش تربح عاد النقط، ولكن انا ما كانوش كيعجبوني ودائما كانوا كيتلفوني دوك الاسئله. ففي الوطني كانوا صراحه داروهم هذا العام بزاف، العام الفايت زعما ديال في الوطني ديالنا كانوا داروهم شي في 3 ديال لي بارتي، يمكن في لي زوند وفي المهم ما عقلتش على الدروس صراحه فين حطوهم، ولكن المهم داروا شي 3 يمكن ديال المرات وكان نقصوا لي النقط حيت كنت في كلهم تلفت مزيان ومحال جبتهم كاملين صحاح فحيدوا لي النقط.
الحاجه اللي كنبغي ناكد عليها بزاف في الفيزيك وحتى في المات هي ما تحفظوش التمارين. عمر الحفاظه ديال التمارين كنتحل. فهم التمرين، فهم كيف لا ميثود اللي خدمتي في داك التمرين باش تقدر تفهم، باش تقدر تخدم زعما كاع التمارين اللي مشابهين ليها. اما باش تحفظ التمرين راه اون فوا غادي يبدل لك غير شي لعيبه غادي تتلف مزيان. واحد البنت كانت سولاتني في انستغرام قالت لي زعما ملي كنتو كتصحوا التمارين واش كنتي كتعاودي ترجعي لهم من قبل الامتحان؟ هو انا صراحه ما كنتش كنرجع لهم، كان داك الدفتر ديال التمارين ديال القسم ولا التمارين ديال السوايع صافي كنصح التمرين، كنصحوا زعما التمرين في القسم ولا في السوايع صافي كنتابع مع الاستاذ في ديك اللحظه. من كنرجع للدار ما كنعاودش نحل داكشي. ولكن شوفوا ماشي ضروري لا ميثود اللي تبعت انا غادي تفيد كلشي. كل واحد لا ميثود ديالو، كل واحد عقلو، كل واحد كيفاش كيشد المعلومه. فانت جرب كاع الاستراتيجيات وشوف شكون اللي غتناسبك. ولكن انا ما كنتش كنرجع للتمارين، صافي كنعقل على الغلط ديالي وعلاش درتو and that's it. وهادشي اللي كان في لا فيديو ديال اليوم. نتمنى تكون فاتكم ونتمنى هاد النصائح يفيدوكم وتجيبوا ان شاء الله نقط زوينين في الوطني. واللي كان عنده شي اسئله اما يجي الانستغرام اللي هو ايمان بلانيت 25 او لا في لي كومونتير وغادي نجاوبوا ان شاء الله. That's it. Goodbye.